دائما مورا فطور زياد واياد الاول الرضاعات كناخذهم وكنغسلهم بحال هكا، كنغسلهم الماء سخون. واليوم غادي نعقمهم. وهنا الوجبه ديال الفطور ديالهم اللي دائما كنوكلهم. راه عارفين الوليدات اللي كيفوتوا 6 شهور راهم ما كيبغيو يفطروا في الصباح. هذا الفطور راه هو مزيان ويصلح للوليدات. من 6 شهور تقدروا تعطيوه لوليداتكم. عندي هنا الشوفان وعندي الماء طايب، ولكن الملحه عمري عطيتها لزياد واياد قبل عام. ملحه فوق عام عاد عطيوها للوليدات ديالكم من الاحسن. وهنا طيبت الشوفان مزيان، غادي نضيف عليه نصف كاس تاع الحليب. الحليب عادي ماشي الحليب يعني ديال الاطفال، هذا الحليب عادي ديالنا اللي كنشربوه. وهنا جيت نشوفهم شنو كيديروا. شوفوا هذا روتين يومي ديالهم، كيف يقوم النعاس كيفتحوا لي هذا المجر وكيخويوه وكيدخلوا وسط منه. ها هو واحد هرب وواحد بقى تمايا وسط المجر يوميا. هذا الشيء اللي كيديروا ليه في الصباح. هذا المجر كيعجبهم بزاف، كيخويوه وكيلعبوا فيه. ما عرفتش واش حتى الاطفال ديالكم يعني كيعملوا بحال هاد الفعله تاع زياد واياد ولا غير ولادي بوحدهم. صورتها معاكم، قلت يعني كنشوفها غير بوحدي غادي نشاركها معاكم. باقي ما سخاش باش يخرج ليا من هذا المجر. كنحاول نتكلم معاه باش يخرج، وانا نقول له خرج وليدي، خرج حبيبي خرج، باش نديهم يفطروا. هنايا كيجي بحال هكا خاتر وزبين، ولا كنتو تقدموه للاطفال ديالكم من 6 شهور من الاحسن طحنوه مزيان. وكنجي مورا الفطور دائما باش كنلبسهم الحويجات، وكنحاول نعلمهم باش يكونوا نقيين ويتهلاو في الشعير ديالهم. حيت الوليدات بالنسبه لي علاش ما علمناهم راه هما كيكبروا على داكشي اللي ولفوا عليه. كنرطب ليهم رجيلاتهم بحال اللي يلاه خلاقوا. وهنا كنجيبهم هاد الكتيبات راه الثمن ديالهم رخيص ومناسب. وفي هذا الوقت يعني من عام ونص عامين كيبداو الوليدات كيبغيو يلونوا. اعطيوهم يخطوا، ولكن ردوا معاهم البال باش ما ياكلوش الملونات، حيت كيبغيو اي حاجه في هذه الفتره تاع السنان كيبغيو يديروها في الفيم ديالهم وكيبغيو يعضوها. وهنايا فرحانين وهما كيلونوا. وكنبقى معاهم طبعا، ما كنخليش ليهم الملونات في يديهم ولا الوراق في يديهم، حيت كل شيء كيبغيو ياكلوه وكل شيء كيبغيو يخشيوه في الفيم ديالهم. هكا كيدوزوا الوقت ديالهم. كنبقى معاهم حتى كيعياو صافي، حتى كيرفضوا انهم ما بقاوش بغاو هادي وبغاو يديروا مثلا شي حاجه اخرى. كنساعف معاهم وبشويه، ولكن عطاو الوليدات هكا الوراق، ماشي ضروري كتاب. ممكن تعطيه ورقه وتعطيه شي انكخايو في يدو يبقى يلون. وفرحانين. وهنا غادي نوجد لهم الغدا ديالهم. اليوم غادي يكون الحوت بحال هكا اللي متوفر في الدار. وهنايا شويه ديال الخضيره. غادي ندير الخضره خفيفه مورا ما قطعتها. شويه ديال المليحه، والماء دائما راه سخون اللي كنطيب به. الخضره اللي متوفره تستعملوها الوليدات، يعني ماشي ضروري هادشي اللي درت انا. نحاول نطحنها لهم باش تجي شوربه هكا. الوليدات ما كيجيهمش الامساك، وكتبقى الكرش ديالهم دائما قاده ومزيانه. وهنايا الحوت غادي نحاول نبخروا ليهم بشويه ديال المليحه وشويه ديال الحامض. هنايا ها هو الطاب كياخذ واحد على حسب حتى يطيب مزيان للوليدات. كناخذو كنقشرو فحال هكا باش غادي نغديهم الغدا ديالهم. وهنايا وجدتو تقدروا تخلطوهم بحال هكا. هذه هي وجبه تعطيها لوليداتكم من 6 شهور ولا حتى لقد زياد واياد. كل واحد يختار اللي بغى يعطي لوليداتو فوقاش. الا كانت على 6 شهور دائما كنطحنوها مزيان باش تدوز ليهم. ولا كان قد زياد واياد هكا راهم كياكلوا، كتبداو في السنين ديالهم راهم تبارك الله كبار. يعني هنا زياد واياد راه عندهم 34 شهر تبارك الله. هنا مورا ما كيتغداو انتم كتشوفوهم عياو. كنجيبوا الفراش وكينعس، نعسو بجوجهم صافي. وكنجي لهنايا من مورا ما درت يعني لا عندي شي شغل ديالي كنقضيه، لا عندي شي ماكله ديالي حتى انا كنوجدها. وكنوجد لهم العشيه ديالهم في الوقت اللي غادي يفيقوا فيه.
هنايا متوفرين هاد الفواكه، راني غادي نوجد لهم واحد الكوكتيل باش يرضعوه، حيت كيبغيو غير يرضعوه، مبقاوش باغيين يمضغوا في يديهم ولا يعضوا بسنانهم ولا شي حاجه. ممكن تعطيوهم هكا في مقطعه، ممكن تعطيوه بحال هكا. انا فضلت هكا طحنته وعطيته لهم يعني باش يشربوه، حيت السوائل مزيانين، السوائل فوق السنان مزيانين الواحد يعطيهم للوليدات ديالو. وهنا راه اي حاجه كياخذوها كيعضوها وكيعرفوا تبارك الله. شوفوا فوقاش يعني ملي كملوا عام وشي حاجه زيادوا اياد تعلموا يمصوا هكا بهاد لاباي، بهاد السفافه، تعلموا يسفوا بها بكري وهما صغارين. غير ما كنتش يمكن شاركتها معاكم. هانتوما كتشوفوا هكا كياخذوها. وهنا غادي ندوز نوجد ليهم، وهذا الروتين راني وجدته في رمضان وعاد كتاب باش ننزل هذا الفيديو ان شاء الله. خديت واحد الباربه هنايا وغادي نحكها بربعي صغيره. وهنا خديت واحد طريف ديال البصله اللي قطعته فوق منها، وواحد مطيشه باش كنهرس شويه داك اللوغون ديال ديك الباربه، حيت مجهده شويه وشويه الربيع. بحال غادا نصايب ليهم حريره نيشان ديال صحيه، غادي تكون هذه شوربه صحيه للوليدات الصغار. كناخذها مورا ما حكيتها كنطحنها كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وما كنتبلهاش بزاف. كندير فيها شويه القرفه وشويه الملحه. وهنايا غادي ندير لهم فيها شويه الحمص اللي فركته، تقدروا تحمص تخليوه هكاك، وشويه زيت الزيتون. وجات هاد الشوربه لذيذه ما نقول لكمش عليها، كتجي لذيذه فحالها فحال الحريره ديالنا، ولكن هي ديال الوليدات الصغارين. وهنا كنزيد فيها واحد لجوج معالق ديال زيت العود، كل واحد معلقه ديالو، زيد معلقه ديالو، اياد معلقه ديالو، صافي. وغادي نحاول نخليها هكا شويه كنشحرها، وكنزيد فيها المرقه ديالها كنمرقها، كنخليها طيب حتى كيطيب داك الحمص. وهنا خديت الروز يعني اللي كامل، خديته رطبته هنايا في شويه ديال الماء، وهو اللي غادي ندور لهم به هاد الشوربه ديالهم. وهاد الشوربه كتجي لذيذه فوق عام تبقاو تعطيوها لوليداتكم، حيت الحمص كنقول انا الواحد ما يعطيش القطاني لولادو وهما صغيورين بزاف. وهنايا بديل السيليلاك القمح الكامل، دابا نشاركو معاكم، ما عنديش يمكن في القناه. مره كندخل ليهم هكا في شي حاجه في الماكله في الشوربات، راني كندخل لهم هكا بديل السيليلاك بالقمح الكامل. خديت واحد القياس اللي غادي نخفف به داك، نتقل به ديك الشوربه ديالهم. مورا ما خلطته هنا غادي نزيدو فوق هاد الشوربه، وكتجي لذيذه. ذقتها حتى انا وعجباتني، ودائما الحاجه نذوقوها الا بغيناها حنا راه كيبغيوها حتى وليداتنا. واخا في هاد الفتره ما نقول لكمش زيادوا اياد صعيب الحال، ما كيبغيوش ياكلوا ليا الماكله كامله، كياكلوا غير بشويه عليهم، غير كينقبوا صافي بحال نقول لكم، غير كينقبوا. لكن كنحاول كل ساعه نوكلهم. وهنا خديت شويه ديال الدجاج اللي كنصوطيه في المقيله بواحد المعلقه ديال الزيت وشويه د المليحه، وغادي نحاول نعشيهم. هذا هو العشاء ديالهم اللي غادي يكون. وهنا كيبقاو مورا ما تعشاو كيبقاو 2 ساعات حتى 3 ساعات وهما كيدوروا وكيلعبوا. صافي كنعطيهم الحليب كيرضعوا الحليب ديالهم عاود. وكنجيبهم هنا باش يغسلوا السنينات ديالهم. صافي كنعلمهم كيفاش يغسلوا السنينات ديالهم، حيت السنينات مهم الواحد يتهلا في السنينات ديالو وهما صغيورين. كنحاول نعلمهم حتى هما كيفاش يتهلاو في السنينات ديالهم، وكيبغيو حتى هما يغسلوا سنيناتهم. ها نتوما كتشوفوا. وكنحاول حتى انا نعلمه بشويه. اما بالنسبه الى ما عرفش يحك كنحاول نحك لهم بشويه باش ما نبركوش عليهم بزاف، باش ما يكرهوش الحكان ولا الغسيل ديال السنان، يعني غير بشويه وصافي كنحكوا لهم، حيت هما باقيين صغارين يلاه كيتعلموا.
ها هو كيشوف فيا وكيسمع الهضره لماما. ماما كتحك الاياد وكتحك ماما لزياد. كيشوف وجهه في المرايه وفرحان براسو. صافي كنحك لهم غير شويه. تقدروا تفزقوا يديكم ودوزوا ليهم يعني الداخل ديال سنيناتهم الا ما قدروش يبزقوا داك سينيال. وهذا كتفزقوا يدكم وكدوزوا لهم بالصباع ديالكم باش كتمسحوا ليهم داك سينيال اللي لداخل. وما كنكثرش سينيال، راه قطيره ديال سينيال ماشي بزاف. وكنبقى معاهم بحال هكا حتى يقتنعوا حتى هما راه صافي سنيناتهم تغسلوا. هنا جاو لبسوا البيجامه ديالهم وغاديين ينعسوا. صافي كنلبسهم دائما البيجامه